ليه دايما نقول ان كل ام لازم يتعمل لها تمثال يا جماعه اللي هي بتشوفه وبتستحمله؟ بجد بجد الست اللي في الفيديو دي صعبت عليا جدا، معاها 3 اطفال في سن يعني صعب جدا، وكمان بيتها يعني ما شاء الله كبير، فمحتاجه ان هو دايما تكون ايديها فيه، وكمان جوزها موجود معاها في البيت، فبتكون محتاجه ان هي تهتم بجوزها وتهتم باطفالها وتهتم ببيتها وباكلها. فبجد بجد الست دي يتعمل لها تمثال، وكل ام يتعمل له تمثال. يلا بينا نشوف الفيديو ده ونشوف الست دي هتعمل ايه في روتين جوزها وعيالها ال3 الاطفال. قبل اي حاجه بس متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي انتوا بتابعوني منين، انا بحب اعرف انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كمان على القناه. بصوا يا جماعه، معاها طفلين يعتبر في سن بعض، ومعاها بيبي رضيع لسه صغنون خالص بيبي، ويعني بجد بيبقى الموضوع صعب جدا ان هي تخلي بالها من الاتنين اللي هم يعتبر توأم، ولا من البيبي الطفل الصغنون، ولا من بيتها واكلها، وتهتم طبعا بجوزها. بيبقى الموضوع صعب جدا، بيبقى الموضوع مرهق، وباخر اليوم بيبقوا خلاص، بيبقوا بصوا وجايبين اخرهم، وفوق كل ده بيصحوا تاني نفس تاني يوم بيبقوا عندهم نفس الطاقة اللي هما بيعملوا بيها، نفس كل حاجة بتتكرر تاني، ما بيملوش، وتبقى الحياة عندهم حلوة جدا، بيبقوا مبسوطين. انا مستغربة قوي ان بره الجو تلج وهي لابسة كده، يعني انا مستغربة. ممكن يكون مثلا بيتها دافي ولا ايه؟ يعني احنا هنا لما بيكون عندنا الجو ساقعة بس مش اي حاجة بنكون ملفوفين بالخمس بطاطين فوق بعض، هما قاعدين عادي، فمش عارفة. ممكن يكون في مثلا هما حاطين دفايات في البيت زي التكييفات كده، بس طبعا ايه، بتبقى دفاية بتطلع حرارة شوية تدفي بيتهم، فممكن مش عارفة. بصوا بره الجو تلج، يعني تلج بجد. بصوا معاها طفلين في سن بعض، يعني يعتبر فوق بعض على طول كده، وكمان البيبي الصغير ده بيبقى بجد تربيته بتبقى صعبة جدا، والاطفال اللي في السن ده بتبقى برضك تربيتهم صعبة، لان انا عندي اختي معاها طفلين زي دول بالظبط، اطفال كده يعني حرفيا حرفيا احنا مش قادرين عليهم، يعني الاتنين اشقياء جدا، وبتبقى دايما تربية الولاد بتبقى صعبة شوية، بتبقى صعبة جدا. كان انا مبقولش ان الولاد وحشين، عشان في فيديو طلعت اتكلمت عن البنات قلت لي هم مالهم الولاد، هم يا جماعه مش مالهم، بس تبقى بجد تربيتهم صعبه جدا. بس بقى جوزها بيساعدها، ودي حاجه حلوه ان جوزها بيساعدها، وان بيبقى في مشاركه بينها وبينه في البيت وفي الاكل وفي كل حاجه وفي الاطفال كمان. ده هو يعني الهوا اللي بيعمله ده بيديها طاقه اكتر، وبيديها ان هي تعمل وهي مبسوطه، ان هي مش بتعمل لوحدها، في حد بيشجعها وبيعمل معاها، فهو بيديها طاقه اكتر، فدي حاجه حلوه جدا. لكن بقى الراجل اللي هو بيروح الشغل ويرجع ينام ويسيب كل حاجة عليها، ده راجل يعني غير مسؤول خالص. لان سيدنا محمد طبعا كان بيساعد اهل بيته في البيت، فيعني الموضوع ايه، معلش يا جماعه اللي هو قاعد مش عارفه معلش. فبيبقى الموضوع ان هو لازم يساعدها، يعني ايه، في البيت وفي الاطفال وفي كل حاجه، دي حاجه حلوه قوي. وهي كمان باين البنت عسولة وصغننة في السن، مش باين ان هي معاها 3 خالص، وشفت ما شاء الله ملهاش بطن خالص، يعني ما شاء الله بجد مخلفة 3 مرات اهي، ويعني بطنها كده، يعني انا عندي كرش اكتر منها وانا ولا اتجوزت ولا خلفت، يعني حاسه ان انا اتخن منها بجد والله العظيم، ولا اتجوزت ولا خلفت ولا اي حاجه. بس يعني هما بيبقوا ايه، بيبقوا مهتمين بنفسهم جدا، وبيشدوا بطنهم وبيشدوا جسمهم عشان يفضل جسمهم ايه، سمباتيك كده صغنون. غسالة الاطباق دي بحسها ملهاش 30 اي لازمه، مش عارفه ليه، يعني اللي هو اللي يخليني اقف احطهم في الغساله واشطفهم عشان احطهم في الغساله، طب ما اقف اغسلهم على طول يعني. الموضوع الفكره هي زي مثلا مكنه القهوه برضك، نفس